بسم الله الرحمن الرحيم. احمد عبد الونيس، مدرس وعضو في حركه شباب 6 ابريل. هو انا عايز اقول في الاول الشباب لما نزلوا ميدان التحرير في مصر او نزلوا الميادين في كل الدول العربيه كان مطالبهم ايه؟ كان مطالبهم عيش، حريه، عداله اجتماعيه. ما طالبوش ان نقصي جيل الكبار اللي هو بيحكم ونحط مكانه جيل شباب يحكم. لا، احنا كنا بنطالب بدوله للجميع، دوله ديمقراطيه، بنطالب بعداله اجتماعيه لجميع المصريين، بنطالب بتداول سلطه سلمي بين الجميع. اهم حاجه ان يوصل للحكومه حكومه تحقق مطالب الثوره بغض النظر عن سن الحكومه دي، بغض النظر عن الحكومه دي من الشباب او مش من الشباب. بالنسبه انا هتكلم على تجربتي في حركه شباب 6 ابريل كحركه من الحركات الشبابيه اللي كانت في ميدان التحرير واللي بدات الثوره بيها. حركه شباب 6 ابريل بعد الثوره اتعرضت لحمله ضاريه من التضليل الاعلامي والهجوم المباشر عليها من بعض الاطراف اللي ما كانتش من مصلحتها ان الثوره تنجح. عشان كده ابتدت تعمل حركه يعني نستطيع القول ان الحركات الشبابيه التي ربما نجحت في الانضمام تحت مظله معينه واجهت حمله تشويه. بالضبط. ولكن عندما يتم الاجتماع بين القوى السياسيه او بين اصحاب القرار لا تتم دعوه شباب 6 ابريل. ما هو ده كان جزء من خطه الشيطنه اللي بيعملوها بعض الاطراف لشيطنه الثوره عن طريق شيطنه رموز الثوره، ومن ضمنها القوى الشبابيه جميعا. شيطنه رموز الثوره عن طريق ان هم يقولوا دول مأجورين، دول بياخدوا تمويلات من الخارج، دول كذا دول كذا دول كذا. يعني هل افهم من ذلك انك تريد ان تقول ان الشباب غيبوا ليه؟ لان خبره الشباب، يعني اولا احنا لو خد خبره الشباب دي بقى لها كام سنه بالمقارنه ببعض التيارات الاخرى اللي خبرتها في الانتخابات خبره كبيره جدا، بتعرف تكسب ازاي الانتخابات، بتعرف ازاي تؤثر على الناخب المصري، بتعرف تاخد اصوات ازاي. ما فيش مقارنه على الاطلاق. عشان كده شفنا نتيجه البرلمان المصري السابق كام نسبه الشباب فيه، نسبه ضئيله جدا بالمقارنه ببعض التيارات الثانيه. طيب، على كل حال هذا بشأن تجربة حصلت بالفعل في مصر، وطبعا عليها كلام كثير حتى الآن لم تتم حتى هذه التجربة، وربما حل البرلمان وغيره، ولكن من أجل المبادئ تحقيق التغيير وليس المناصب. يمكن أستمع إلى أحمد. انا كنت عايز اعلق بس على حته ان الشباب ما عندهمش خبره سياسيه. لا، هم الشباب عندهم خبره سياسيه كبيره جدا، والدليل على كده ان المطالب اللي كانوا بيطالبوا بيها من بعد تنحي حسني مبارك مباشره واللي كانوا بيتهاجموا عليها في وقتها وكان بيتقال لهم ان دي مطالب غير منطقيه او مطالب خياليه او كده، هو دلوقتي اللي القوى السياسيه كلها بتطالب بيها، وهي دلوقتي اللي وهي دلوقتي اللي هناك عوده لذلك خاصه بالظبط ما يسمى النخبه بتطالب بيها. وده دليل على ان يعني رؤيه الشباب اللي كان بيتقال عليها في وقتها رؤيه مثاليه او رؤيه فيها جزء من اليوتوبيا شويه، لا، هي الرؤيه الصحيحه. وان رؤيه القوى السياسيه الثانيه اللي هي اتربت في حضن النظام السابق دي بالعكس، دي يعني رؤيه خلاص فات عليها الزمن. لكن ليه بقى ما تترجمش الرؤيه دي في تواجد حقيقي في البرلمان او تواجد حقيقي في الحياه السياسيه بعد كده؟ انا زي ما قلت قبل كده ان يعني الرؤيه السياسيه حاجه، وكيفيه الفوز في الانتخابات دي حاجه ثانيه خالص. طيب، ما لهمش علاقه ببعض. طيب احمد، يعني بما انك من حركه شباب 6 من ابريل، وهي حركه سياسيه ناشئه وجديده وكان لها يعني اثرها في ثوره 25 من يناير، انتم يعني متهمون، ليس هذه الحركه ولكن هذا الجيل بشكل عام، انكم تنشطون اكثر على الفيسبوك وتويتر، لديكم كثير من المتابعين، ولكن في الواقع وفي الشارع اولا لا تستطيعون الحشد مثل غيركم من القوى السياسية الأخرى. ثانيا، أنتم عندما يكون هناك اجتماع مع صاحب القرار المجلس العسكري مثلا، نجد أن رؤساء الأحزاب الأخرى حتى صحفيون ربما يحضرون الاجتماعات وأنتم غائبون، لا موجودون في المفاوضات ولا تستطيعون الحشد في الشارع. فيعني كيف ترد على ذلك؟ يعني أنتم موجودون فقط على الفيسبوك، هل هذا يكفي؟ لا، هو احنا بالتأكيد مش موجودين على الفيسبوك، وإلا أساسا ما كانتش الثورة قامت، لأن احنا كنا جزء من الداعين للثورة دي، فاحنا بالتأكيد مش موجودين على الفيسبوك بس. ليه القوى السياسية ما بتدعوناش في أي اجتماعات أو في أي حاجة؟ يمكن لأنهم عارفين إن احنا رؤيتنا بتبقى هي الصحيحة. هم عايزين في الاجتماعات دي قوى مستأنسة يعرفوا يسيطروا عليها كويس. احنا مش كده خالص.
ليه ما بنعرفش نحشد قوى مستأنسة. قوى يعني مستأنسة بالظبط. النخبة والأحزاب والقوى السياسية هي قوى مستأنسة، يستطيع صاحب القرار أن يمرر ما يرى معه. يعني مش بالظبط كده. الشباب لا يستطيع أن يفعل مش معهم بالظبط كده، لكن احنا ما بنعقدش صفقات زي ما البعض الآخرين بيعقد صفقات. احنا هي أهداف الثورة الحقيقية، مش أهداف شخصية أو أهداف إن احنا نوصل للحكم، في حين إن بعض القوى السياسية أهدافها إن هي توصل للحكم. عشان كده أنا قلت عليها قوة مستأنسة، عشان كده أنا قلت عليها إن بعض القوى الحاكمة دلوقتي في مصر تقدر تعقد معها صفقات وتمرر بعض الحاجات اللي هي عايزة تمرر. طيب سؤال